ليه بسمة في مسلسل فات الميعاد كل شوية تقول لمسعد أنا مش عايزة أخاف منك؟ ليه كانت بتكررها على طول؟ أكتر جملة لمستني في المسلسل كلمة الخوف. أنا مش عايزة أخاف منك. كلمة الخوف دي كانت صرخة لبسمة إن هي تعبر عن المعاناة اللي هي بتعيشها. كانت تحسب إن هي كلمة الخوف بالنسبة لها هي هتكون بداية جديدة لحياتها ونهاية للخوف اللي كانت عايشة فيه. والصرخة دي كانت بتحاول من خلالها استعادة ذاتها وكرامتها وحياتها. ومن هنا هتبدأ الرحلة إن هي هتنهي المعاناة وهتبدأ رحلتها اللي هي الكرامة، الذات، التقدير، الحب، الاحترام. تعالوا يلا نشوف كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. الخوف، ايه الخوف اصلا في حياتنا؟ ايه الخوف اللي انا دورت عليه في المسلسل؟ وايه العلاقات اللي بيكون قائمة على الخوف؟ وايه العلاقات اللي احنا مش عايزين نخسر فيها بعض عشان خاطر انا خايفة منه؟